تعالوا النهارده نعمل كده نوع من الحلويات السهل البسيط كده الجميل. عبارة عن 3 طبقات شوكولاتة ونسكافيه ومهلبية، حاجة كده جميلة وسهلة وبسيطة. ويعني مش معنى يا جماعة إن إحنا هنعمل حاجة شيك وحلوة إنها لازم تكون مكلفة، لأ دي سهلة وشوية لبن وشوية نشا هتعملي أحلى حاجة حلوة في الدنيا، هتعجبك جدًا أنتِ والولاد، وهتبقى حاجة كده في منتهى الشياكة إن شاء الله. هنحتاج مبدئيًا لأول طبقة، هُم 3 طبقات، هاحتاج 3 معالق نشا أو 4 معالق نشا، وباحط معاهم 4 معالق سكر، وباحط معلقتين سكر بودرة. طبعًا يا جماعة النشا بيختلف برضه من حد لحد، يعني عشان بصوا يعني أنا المرة دي حاطة 4 معالق نشا، لأ أنتِ ممكن تحتاجي 3 ممكن تحتاجي 5 على حسب النشا أنتِ محتاجة إيه، وهاحتاج معاهم 3 كوبايات لبن. يعني أنا ال3 كوبايات لبن بتوعي مع 4 معالق نشا لأ طلعوا مضبوطين جدًا الحمد لله رب العالمين. وابتدي أقلبهم كده كويس كده على البارد، يبقى أنا حطيت اللبن مع النشا مع السكر مع معلقتين لبن بودرة، وقلبتهم كده بالراحة لحد ما يهدوا كده خالص وكل المكونات تتجانس، ما يبقاش عندي كلاكيع. أهم حاجة طالما في نشا يا جماعة ما يبقاش عندي كلاكيع، وابتدي أحطها على نار متوسطة. دي كده أنا باعمل أول طبقة اللي هي طبقة المهلبية البيضا. اللبن البودرة ممكن تستغني عنه، لكن هو بيدي طعم كده جميل للمهلبية وبيديها كثافة. وطبعًا مش محتاجة أقول لكم إن أنا مستخدمة اللبن بتاع اللبان اللي هو اللي بخيره ده، اللي أنا باحبه. ابتدي بقى أقلِّب بُصّوا لحد ما يبقى ده القوام اللي أنا عايزاه، أنا مش عايزاها تبقى أتقل من كده. وبعد كده أحط مكعب شوكولاتة بيضا، أنا مستخدمة شوكولاتة بيضا دريم عشان أنا باحبها جدًا، وممكن تستخدمي سما، هم دول بصراحة النوعين اللي أنا باستخدمهم. وبعدين باحط مكعب زبدة، مكعب الزبدة مهم جدًا لإنه بيدّي للمهلبية قوام كده ماهي كده، يخلّيها ماهية ما يخلّيهاش مكلكعة في بعض. وبعد ما أتأكد إن هو ده القوام اللي أنا عايزاه، مش عايزاه يبقى أتقل من كده يا جماعة، عشان تبقى المهلبية بتاعتي سهلة كده وناعمة يعني، حتى لمّا تقعد في التلاجة. وهو سخن بقى ابتدي أكون محضّرة الكوبايات بتاعتي اللي أنا هاحط فيها المهلبية بتاعتي، وأحط أول طبقة. خلّي بالي بس وأنا باحطها، يعني حتى لو حصلت منها كده طراطيش على الكوباية أمسحها، بامسحها كده بمنديل. وابتدي بقى أحطها وأرص أول طبقة بعناية كده. أنا عن نفسي عاملة أول طبقة دي من ال3 كوبايات لإن أنا باحب المهلبية البيضا أكتر حاجة. لكن أنتِ طبعًا براحتك، ممكن المهلبية البيضا تبقى أكتر، يعني دي طبعًا براحتك، ممكن تعملي طبقتين بس هُم ال3 طبقات مع بعض طعمهم شيك أوي، شيك كده، طعم شيك، نسكافيه بلبن بشوكولاتة. وبعدين باجيب نفس الحلة اللي أنا اشتغلت فيها، أحط فيها معلقتين نشا، من معلقتين ل3، ومعلقتين سكر، لإن أنا باحب الحلا يبقى سكره خفيف، وباحط معلقة نسكافيه. طبعًا أنا مستخدمة نسكافيه نوع مش مقاطعة، بس أنا باقول نسكافيه اللي هي قهوة سريعة الذوبان يعني. وباحط كوبايتين لبن عليهم، وابتدي بقى إيه أقلِّب كويس. طبعًا نفس الحلة اللي هنستخدمها المهلبية البيضا، النسكافيه لمّا بيتحط فوق المهلبية البيضا طبعًا مش بيتأثّر بأي حاجة بالعكس يعني، بيبقى لسه طعم الشوكولاتة البيضا وطعم المهلبية البيضا فيها، فبتعمل لها أصلًا طعم. وآخُدها بعد ما أتأكد إنها اتقلِّبت كويس، آخُدها على البوتاجاز على نار متوسطة وابتدي إيه أقلِّب. أنتم مش متخيّلين النسكافيه مع أثر المهلبية البيضا كده بيبقى طعمه جميل إزاي. وبعدين أحط مكعب الزبدة بتاعي أول ما أحس إن هي خلاص ابتدت هتستوي، أحط مكعب الزبدة. الزبدة مع النسكافيه طعمها رائع، رائع، هيعجبكم جدًا. أستنى بقى هي كده لمّا تبرد. هنا بقى الترِكّة، لمّا آجي أحط الطبقة التانية ما أحطهاش وهي سخنة، لازم أستنى لمّا تبرد شوية. حتى بُصّوا هو أنا باحطها تقيلة شوية مش زي الطبقة الأولى. الطبقة الأولى أنا حطيتها سخنة ما فيش مشكلة، لأ دي لازم أستنى تهدى شوية وتبرد. ليه؟ علشان ما تخرمش طبقة المهلبية. ويُفضّل إن في الوقت اللي أنا باعمل فيه مهلبية النسكافيه أكون شِلت الكوبايات دول كده في صينية في التلاجة عشان تلحق تكون بردت أكتر. أهو بُصّوا بقى شكلها، كده حطيتها ما شاء الله ولا اتخرمت ولا أي حاجة، لإن أنا حطيتها بالمعلقة، كنت باحطها وأنا بعناية. والأهم من كده إن أنا سِبتها لمّا تبرد. بعدين أبتدي أشتغل بقى في الطبقة التالتة، 3 معالق نشا مع 3 معالق سكر مع معلقتين كاكاو خام، أنا مستخدمة كاكاو دريم. هاحط معاهم كوبايتين لبن. وشوفوا يعني ما شاء الله كوبايتين لبن لكل طبقة ما شاء الله. بُصّوا عملوا لي قد إيه كوبايات، يعني ما شاء الله. هنا بقى الكوباية التانية، أهم حاجة يا جماعة نقلِّب كويس عشان نتأكد ما فيش كلاكيع من النشا والشوكولاتة، وآخد كده بواقي الحلة. طبعًا بقايا النسكافيه اللي موجود في الحلة مع الشوكولاتة هيخلّي طعم الشوكولاتة رائع. النسكافيه بيظهر طعم الشوكولاتة. وأقلِّب كويس. أهو هنا اتأكدت خالص بقى إن أنا ما شاء الله ما عنديش أي حاجة خالص. آخدها على النار بنفس الطريقة.
ابتدي اقلبها على نار متوسطه لحد ما تبتدي تاخد القوام اللي هو الكريمي كده. ابتدي اضيف بعدين مكعب الزبده. بس انا كمان المره دي ضفت مكعبين شوكولاته، برضو مستخدمه شوكولاته مطبخ دريم، بس انا مستخدمه اللي هي شوكولاته باللبن، بس ما لحقتش اصورها. ممكن طبعا تستغنوا عن مكعبات الشوكولاته، بس هي بتخلي الطعم غني قوي. يعني عارفه الشوكولاته تبقى غنيه، نسكافيه المهلبيه غنيه بالشوكولاته البيضاء، طعم هيبقى خطير. اول ما اتاكد ان هي خلاص بقى اتقلبت، هي ما شاء الله ده القوام اللي انا عايزاه، استنى لما تبرد. لازم استنى تهدى مش تبرد تبقى بارده، لان لو بردت هتمسك نفسها. لا، استنى لما تهدى بس، وابتدي بالمعلقه احط الطبقه الثالثه. لان هي برضو لو سخنه، هي ما شاء الله الطبقتين اللي خلاص هما دول جمدوا، بس يعني ايه ده زياده في الاحتياط. ابتدي هو نحط الطبقه الثالثه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى الجمال، بصوا الزبده مع الشوكولاته، بصوا اللمعه. اهي الزبده يا جماعه هي اللي عامله اللمعه اللي في البودنج ده، يفضل لامع كده لحد اخر كوبايه. وطبعا بعد ما بخلصه انا بغطيه بطبقه ستريتش، علشان خاطر ما اللبن ما يعملش وش او تنشف او تشقق. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال، بصوا النعومه، رائعه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا. حاجه شيك كده ولطيفه في البيت. والله احلى من كل الحلويات بتاعت بره. ان شاء الله هتعجبكم لما تجربوها.